السلام عليكم اخواني اخواتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير هانين؟ كيف سمعتوا التقرميشه ديالهم؟ حتى المذاق كيجي روعه. ما نعاودش لكم شي حاجه غزاله، مملحات غزالين بلي زيبينار والفرماج، شي حاجه بنينه. غنبدا معكم مباشره بالمقادير. عندي هنايا 2 زلايف تقريبا ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملح، وتقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت النباتيه. كنخلط العجين مزيان، ما نخليش العجين يكون قاصح، كنديرو مرخوف كيف ما غتشاهدوا معايا باش دغيا كيطلق معكم فاش كتبغيو تسرحوهم. دغيا كيكونوا مرخوفين خليوهم يرتاحوا، غير جمعوهم هكا دغيا بيديكم وخليوهم يرتاحوا. من دهنوهم بالزيت باش ما يتلصقش ليكم، وخليوهم يرتاحوا على خاطرهم. سيروا طيبوا الحشوه ديالكم وعاد رجعوا ليهم، غادي تلقاو داك العجينه طلقات ولات زوينه كيف ما كتشاهدوا معايا. كتجي كتلصق، يعني ماشي قاصحه ولا شاده في راسها، كتجي مرخوفه وكتلصق. بالنسبه للحشوه عندي واحد القبطه كبيره ديال لي زيبينار، 2 بصلات كبار، والزيت باش غادا نشحر داكشي. ومن طبيعه الحال ما غاداش نستعمل الملح نهائيا، حيت غادا نستعمل الفرماج كيكون مالح. عندي غير معلقه صغيره ديال الابزار. كيف ما كتشاهدوا معايا هاد لي زيبينار عندي حجم ديالهم متوسط، ما كبارش بزاف. غادا نحيد ليهم الجدر وقطعتهم بالموس تقريبا طريفات صغار. تقدروا الا كانوا عندكم لي زيبينار صغار تقطعوهم غير بيديكم هكا على 2 ولا 3 وصافي. انا حينتاش خليت لهم العود ديالو ما كنرميش. تقدروا نتوما تحيدوا كيف ما وريتكم في الطريقه بحال هكا وتخليو غير دوك الوريقات. انا اختاريت ندير كلشي، ما عنديش مشكل معاهم، حتى الوليدات ديالي كياكلوهم كيجيو مزيانين هكا. والعود راه فاش كيطيب ما كيبانش في المذاق، ما كيبقاش يبان هكا واقف. صافي هادشي اللي كاين. كنضيف الزيت على البصله، كنخليها حتى كتطلق مزيان كتشحر، وعاد كنبدا كنضيف لي زيبينار بشويه بشويه. هنايا راني ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، الملح ما درتوش، غير الزيت والابزار. وكنبدا كنضيف لي زيبينار من بعد ما كطيح ليا ديك البصله، غير بشويه بشويه حتى كيطيحوا. هما راكم عارفينهم كيقيسوا العافيه دغيا كيهبطوا. كنبقى كنضيف بشويه بشويه حتى كنكمل ديك الكميه ديالي كامله. صافي وكنخلي الحشوه ديالي حتى كتبرد، عاد كنضيف لها الفرماج. هنايا اختاريت ندير شويه ديال الفخوماج موتزاريل وشويه ديال الفخوماج غوج احمر، وعندي واحد 2 قطع ديال الجبن المثلث. غادا نخلطهم معاهم مزيان حتى بردات لي الحشوه، وعاد غادا نبدا كنعمر بهم. وكملاحظه هنا تقدروا ديروا حتى واحد بطيطه مسلوقه تضيفوها اولا 2 باش تفادوا ان ترتق لكم الورقه الا كنتو غتستعملوا الورقه اولا هاد المسيمنات، حيتاش فيهم الفخوماج. باش تفاداو هذيك القضيه تقدروا تستعملوا بطاطا. هذه كملاحظه. صافي ومن بعد غنبدا كنقسم العجين ديالي من بعد ما ندهنو بالزيت بطبيعه الحال باش ما يتلصقش معكم، حيت راه قلنا كتبقى ديك لاباط نخليوها مرخوفه، العجين نخليوه مرخوف بزاف باش دغيا كيتسرح معنا وكيجي زوين. حتى التقرميشه ديالو كيف شفتوا معايا في الاول كتجي زوينه. غنقسمهم على كويرات صغار، القياس ديال كل غيجي بحال شكل الباغيت، ميني باغيت صغير اولا اللي بغيتو نتوما، سيجار صغير ولا سميوه اللي بغيتو. المهم مملحات غيكونوا الشكل ديالهم طويل وعلى حسب شكل دي باغيت. غناخذ القياس اللي غيناسبني او نتوما تقدروا تاخذوا القياس اللي كيناسبكم، وغنسرحها على شكل مسمنه عاديه. غنطويها على 4 كيف موالفين كديروا داك المسمن العادي. نسرحوها كامله تكون رقيقه بطبيعه الحال، ما نخليوهاش تكون غليظه، نخليوها غير تكون شفافه بحال ديما. نطويوها على 4 ومن بعد نخليوهم حتى كيرتاحوا وحده من مورا وحده حتى نكملوهم المره الاولى. وعاد غادي نبداو عاوتاني كنسرحوهم هذوك المسيمنات من بعد ما طويناهم على 4 نبداو كنسرحوهم بشكل طولي عاوتاني. صافي ونبداو كنعمروا فيهم. كنحط الحشوه ديالي في الطرف ديال المسمنه من واحد الجهه، وكنلوي عليها واحد الطريف ديال المسمن باش ما تبقاش كتلصق ليا، حيت عارفين راه فيه الفخوماج وسميتو كيكون كيتلصق. كنحكم الجناب في الاول، نسدها من الجناب بحال هكا كيف ما كتشاهدوا معايا. صافي وكنبقى كنلوي فيها. تحاولوا تجبدوا داك العجين، نتوما كتقرصوا وكتجبدوا في نفس الوقت باش كتبقى هكا كتورق بزاف. صافي كنكملهم كنستفهم في لاطه. قبل ما ندخلهم للفران كناخذ واحد البيضه نديرها في واحد البول اولا زلافه، واحد القطيره ديال الخل نحركها مزيان ندهنهم بالبيض،
وكترشوا عليهم داكشي اللي موجود عندكم، الزريعه د القرعه، الزريعه ديال نواة الشمس، البافون. هنا درت استعملت البافون، الزنجلان اللي كان موجود. العافيه تكون مهيله حتى كيطيبوا من التحت، كيبان لكم راهم بداو كيتحمروا صافي. وكديروا لهم العافيه من الفوق، ودائما تكون ناقصه باش هكا ماشي كيدغيا كيتحرقوا ليكم، يبقاو هكا شادين في ريوسهم وكيجيو محمرين وزوينين كيف ما كتشوفوا معايا. هذه راه ولدي قال لي نعاونك ماما ورش ليا بزاف عليها. ايوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن الاشتراك اللي مازال ما اشتركش في القناه، فضلا وليس امرا. وكنشكركم على مشاهده الفيديو حتى الاخير.